طيب، في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الاستثمار طويل الامد وامتى وليه بقرر اشتري سهم من شركه معينه عشان استثمره لمده طويله. في الفيديو ده هنتكلم عن المضاربات. انا ما بهتمش قوي بالشركه، وما بهتمش قوي بالسهم بتاع الشركه، وما بهتمش قوي بقوه الشركه، وما بهتمش باي حاجه خالص غير حاجه واحده بس: التحليل الفني للسهم. يعني ايه التحليل الفني للسهم؟ التحليل الفني للسهم هو طريقه متبعه لتوقع اتجاهات السهم او سيكولوجيه العملاء اللي موجودين في السهم ده على حسب حجم التداول اليومي على السهم وكميه المشتريات والمبيعات فيه، وبيتوقع على اساسها صعود السهم او هبوطه عشان يخرج منه. طيب، الناس المضاربين بيتابعوا جدا بقى موضوع التحليل الفني ده. المضارب في البورصه فيه 3 نقط اساسيه بيعتمد عليهم: الدعوم والارتكاز والمقاومات. ايه هم بقى بالتفصيل كده؟ نقطه الارتكاز ديت هي النقطه المتوسطه للسهم خلال اليوم، اعلى سعر زائد اقل سعر زائد سعر الاغلاق مقسومين على 3 يديك نقطه الارتكاز السهم خلال اليوم. طيب، الدعم هي اقل نقطه وصل عندها السهم خلال اليوم. عند النقطه ديت بيبدا السهم بالتباطؤ في اتجاه النازل عشان يرجع يطلع تاني. طب المقاومه هي عكسها، هي اعلى نقطه وصل لها او اعلى نقطه ممكن يوصل لها، بيبدا عندها بالتباطؤ في الصعود عشان يرجع ينزل تاني. تمام؟ يبقى نقطه الدعم عندها بيبدا بالتباطؤ في النزول عشان يرجع يطلع تاني، ونقطه المقاومه عندها بيبدا بالتباطؤ بالصعود عشان يرجع ينزل تاني. ال3 نقط دول هم النقط اللي بيعتمد عليهم المضارب في الاسهم. ازاي بقى؟ بص يا باشا، المضارب في الاسهم بيبقى شخص معاه ميزانيه ثابته، معاه راس مال حر. راس المال الحر ده ولنقل هو 10% او 20% من ميزانيته على حسب ما هو سايب كام، ولنقل 10000 جنيه. ال 10000 جنيه دول هيتابع سهم معين، السهم سعره مثلا جنيه و20 قرش. تمام؟ التحليل الفني للسهم قال ان السهم ده هيوصل لدعوم 80 قرش، والمقاومه بتاعته هتكون في حدود الجنيه و60 قرش. فيقوم المضارب دوت متابع السهم لمده معينه ويعمل عليه طلب شراء عند سعر مثلا ولنقل 85 قرش فوق نقطه الدعوم بس تحت سعر الارتكاز 85 قرش. اشترى عند الرقم دوت الاسهم اللي هو عايزها. هيستنى لما السهم يوصل لجنيه و40 قرش، جنيه و50 قرش، ويبيع عند النقطه دي. في الوقت ده هو حقق نسبه ربح اللي هو عايزها، خرج من السهم ودخل للسهم، دخل وخرج من السهم وحقق نسبه الربح اللي هو عايزها. وهي دي عمليه المضاربه، بتعتمد على نقط الارتكاز طالع والنازل، ولكن في نقطه معينه جدا: ان التحليل الفني مش دايما بيبقى مظبوط، في ساعات كتير جدا بيكون مظبوط، تمام، ولكن مش دايما مظبوط. فاتباع التحليل الفني او اتباع طرق المضاربه محتاج حد قاعد ومركز في البورصه بشكل 100%. تمام؟ ده اللي احنا هنقوله ويشهد ربنا عليه من الكلام بتاعنا. وما تدخلش في المضاربات طالما انت مالكش في البورصه وما عندكش وقت ليها. تمام؟ سلام.